على صون فيلم رجعنا لكم هذه ماتينا الويكاند اللي تبعكم حتى للعشرة نمشيو للاكتواليتي انترناسيونال. L'actualité. في الاكتواليتي انترناسيونال بون باش نرجع بمسلسلاتي نتاع العاده. خونا ايلون ماسك اللي طفيتوه الجمعه اللي فاتت ما حكيتش عليه. تغشش يا اخي قال لي عاودوا احكيوا عليه قلت له باهي تدلل بالباهي كالعاده. بالباهي. دونك اول مره من فتره ايلون ماسك عمل حاجه باهيه في الجمعه اللي فاتت العشر ايام اللي فاتوا اللي هو يحاول يحسن من تصويره المنصه بعد ليزارتيكل والاتهامات بعد الطبعه اللي كان يعفس اللي كان فيها ديجا. دونك خرجت له حكايه هانتر بايدن اللي هو نجل الرئيس الامريكي بايدن، وكلنا نتفكروا الحادثه اللي صارت في 2018. هانتر بايدن نجل الرئيس كان خلى البي سي نتاعو في محل تصليح الاجهزه الالكترونيه في ديلاوير. يا اخي السيد اللي صلح فرح بالبي سي على الاخر وخرج هزوا الجالوريسات. يا اخي خرجت نيويورك تايمز كالعاده معناها لي دوكيمون اللي فيه اللي فما شبهات تبويض اموال، تجاوز للسلطه وكيفاش يسموه هو تعسف في استعمال سلطته كنجل الرئيس الاعتباريه في صفقات مشبوهه خارج الولايات المتحده الامريكيه. ماسك اكتشف فروم نوير الحكايه ذي، شلق بها قال خلينا نهبطوها واطلق حمله كبيره. هذا النهار اللي قتلوا عليه التجزر. يدعي فيها ايلون ماسك انه يتهم القياده السابقه انها كانت مسكره على برشا حاجات في تويتر، كانت عامله ليست نوار للمغردين كشف عليها ايلون ماسك وخرجها. فما برشا عباد اكتشفوا اللي هما في الليست نوار هذه اللي مهما تغرد راهو الريتش نتاعك مش باش يوصل كوم الفو. من تغريده مش من حاجه. من تغريده مش تغرد الاخرى. دونك مهما كان عدد المتابعين نتاعك الريتش نتاعك باش يكون ناقص. اي سورتو تحدث زاد ايلون ماسك في مجموعه من تغريدات اللي خرجوا الجمعه اللي فاتت، وحتى زاد كان عمل سبيس على تويتر اللي هي المنصه او الاوبسيون تاع الفوكال اللي كيما الكونفرساسيون عند فيسبوك. شو اسمها الكونفرساسيون اللي عند فيسبوك هذيك؟ رومز. اي رومز. دونك عملوا روم كبيره فرحان بها هو على الاخر. قال لك صار فيها ما نعرفش اكثر من 700 مليون مستمع، حصيله شيخ على الاخر. كيفاش تويتر كانت تقمع في الحريات وفي حريه الراي، وكانت تطيح في دي سوجي وطلع في سوجي معينين. على الاقل كنت بلاش معناها سامحني. اي كومبري الحمله الانتخابيه لرئيس دونالد ترامب اللي مازال يشكك الى حد الان ويعزو مناصروه انه تويتر شن عليه حمله مع المحافظين بليتو مش محافظين مع الديمقراطيين مش يفشل في الانتخابات. دونك هو قاعد يستنبط شويه في الافكار، يلمع قاعد يحاول يلمع الصوره نتاعو، لكن ما زلنا مصرين انه ما دامك باش ترد حريه المنصات ب$8 في الشهر مانيش مسامحينك عليها. راك باش تفشل. حاجه اخرى ريت ايلون ماسك كان جاي تونسي راه فيسبوك وحط ترافاي صحفي استقصائي على الفازه هذيا كيفاش جابها معناها. هي هو الفكره انه توا قاعد يلم في برشا عباد دايرين بيه وانا مود الفساد هكا اي وحريه الساعه. وزاد عمل فازه ياسر ترجمه اللي فاتت كانت الكونت نتاع كاني ويست ساعه وتسكروا مره اخرى جراء تصريحات عنصريه من ليه بلا ذاك كاني ويست على ابار تويتر كاني ويست يعطي في الكور هكاك ايلون ماسك سكر عليه انستغرام عاود رجعوا تويتر. ما تعجبنيش في الانستا في معناها ما تعجبنيش تصريحات ذي فاست نسكر ونرجع جوست خاطر مواقف ما تنجم تحكي على حريه الصحافه. اي هما ديما يقولوا راه سياسه سياسه المنصه وحريه حقوق الانسان وحريه ونبذ لا ايلون ماسك هزها مع ملياجور على المنصه البيضاء. نعرفوا اللي ايلون ماسك واش قاعد تعمل بالطريقه هذه، هو شدت فلسه وكل مره يسكر لشكون معناها انديبوندامون من حريه اللي تحب ترجع له الكونت نتاعو زادت نحى جره. نمشي معك الليكس نتاعو في الجيت شكون قالت حاجه راسيست. انت ديما تهزي المواضيع لشخصنا صفاء. احنا نحكيو على شخصيه عامه راهو حياته الخاصه تهمه هو وحده. ما علاش بلا نحي لها الكونت الا نحكي لك على الى الاستفزازات.
بفاصون من الفايدة قلنا ديجا ومازلت نشوف اللي هو مازال قاعد يزلط معناها ايلون ماسك ديجا راهو اللي شفنا راه باش يقعد عندنا كونتوني معناها للحلقات رزق من عند المولى سبحان الله. هو غادي ويلي صفاقسي ورينا عرفش تويتر سينا راه قلنا نعملوا تويتر تونسي بلاش احواله ويلي صفاقس مازال قاعد ما ندروش بيزار ما مازال قاعد وجاوب بعض ما كلت بعضها. لا هو قال للسيد الرئيس فرح بيه وكلمه لباس وشجعوا وقالوا اي بون تفاصون ايلون ماسك كما قلت معناتها قاعد يدخل شويه شويه معناتها في حيط ديجا امس او امس سمعت اللي حتى الاسهم قيمه الاسهم تاع تسلا من با تويتر معناتها الشيء غرب هو معاش اغلى واحد توا سلون اخر تقرير عند فوربس مي مالك لوي فيتون لا مارك دو بري ابورتي فرانسيز هو تو اللي يتصدر بيان سور كيما قلت احمد يتصدر سلم ولا هرم ما عرفش يسموه الاغنى في العالم على خاطر فوالا الانفستيسمون نتاع ميلون ماسك في تسلا في تويتر جابوا من تسلا دونك كوتو قاعد يخسر في برشا فلوس. انا باش نحكي لكم على البيرو شويه. تعرفوا وين البيرو؟ اي نسمع امريكا اللاتينيه صحيت. ريت كنت نجم ما تعرف الكويز هذايا. وليت نمشي نلوج عليهم راني هنا قبل نسبق الاحداث. دونك في البيرو تعزل الرئيس نتاعها. راه كل تشابه في الاحداث راه مش انا عملته ماهوش مقصود. صحيح ماهوش مقصود واختيار الخبر زاد مش بريء من انترناسيونال اش نعمل معناها انا. دونك دينا بولارد هذه نائبه رئيس البيرو المخلوع ادت اليمين البارح قلت البارح سامحوني للبلاد هذيا. وبعد هذايا صار بعد عزل المجلس التشريعي ساعه والرئيس الباك الكله معناها. شكون بدا قبل المجلس عزل الرئيس والرئيس عزل المجلس؟ لا هما تعزلوا الزوز. هي نحتهم زوز. انا سمعت اللي الرئيس حب يحل المجلس اكزاكتومون. هو حب ينقلب قالوا له تفضل. هو عمل محاوله نتاع انقلاب على السلطه التشريعيه. يا اخي قالوا له لا احنا قاعدين انطلق. وقتاش هذه 25 نوفمبر تاع البيرو 17 ديسمبر 17 ديسمبر بوقت البيرو تجي 25 جويلية. دونك نائبة بالدستور هي اللي طلعت تعوض في الرئيس. ومش هذاك كهو قوات الامن القت القبض عليه كاستيلو هذايا. وهو قال منا معناها قرار حل المجلس يا اخي قبضوا عليه من هنا هزوه. ازمه كانت هي عندها برشا راهو الازمه هذه الدستوريه من قبل. البرلمان بتاعهم تهيمن عليه المعارضة اليمينية. دونك اللي هي بيان سور وافقت على عزل الرئيس اللي هو من الجوش بيدرو كاستيلو وطفى وكل البرلمان على روحه. 101 نائب من أصل 130 صادقوا على عزل الرئيس معناها مش أغلبية غادي شوية 30 واحد هذوما جست غايبين تلقاهم نهارتها جست جماعته غابوا نهارتها مش على حاجة. بيان سور كي يجيك الرئيس باش يعزلك ويقص عليك شهري وانت قاعد على روحك. اوبسلي. الجلسة هذه بثتها التلفزة بتاعهم مباشر. البيروفية البيروفية صحيت والله ما ثقت. البيروفية واحد والبيروفية اثنين. الدائرة الانتخابية عندهم شوف لي حل. ليه واصلي صافي واصلي كهو. دونك هذيك هي شنو صار الإقالة نتاع الرئيس. وهاني قلت لك كل إن شاء الله يعملوا إن شاء الله ما يعملوش دستور جديد وانتخابات جديدة ما يتهوروش يعملوا دستور وانتخابات واستشارة في شهرين الكل من بعضهم ويزيدوا مجلس جهات وأقاليم في وإن شاء الله ما تحاربش الاحتكار زاد تشوف حاجة أخرى تعملها. يبدأوا بشوي بشوي تخلي المسار يوضح شوية معناها بدوي. باش نقعدوا ساق في تونس ساق في إيطاليا. الخبر يجينا من إعلان الاتحاد الأوروبي بتخصيص 307 مليون أورو لتمويل مشروع خط ولا مد خط كهربائي بين تونس وإيطاليا. دوك وافق الاتحاد فينالمون بعد مسار متاع مفاوضات صارت تو عندها مديدة معناها على مشروع القيمة متاعه ككل توصل حتى ل 850 مليون أورو لمد خط كهربائي تحت البحر تحت الماء معناها بين تونس وإيطاليا. نحكيو على تقريبا خط يوصل 200 كيلومتر بين الوطن القبلي وإيطاليا. وهذا ديزون أنا كمواطن عادي سامحني أبو حميد أنا كمواطن عادي كي نسمع فما خيط تاع ضوء
الفيشه والبريز وين عند شكون يستهلك شو خاص في الضوء؟ احنا والله المونجيلا عندنا الله غالب انا تخممي هكاك. اللي بسيط. فهمته انه الفيشه عند الزوز ايطاليا ولا عند تونس؟ الزوز عندنا الفيشات. دونك الزوز باش يعطيو الغاز لبعضهم، وباش المنحه هذيك هي اللي باش تعمل محطه، ودونك باش تسهل تعمل توليد بالضبط. الكهرباء. اي وزوز باش يخلصوها، لا بعد سيرتينمون التفاصيل هذه تو تخلط بشويه بشويه خاطر كي باش تجي المنحه. انا كي نسمع ديما منحه معناها احنا باش نخلصوها من بعد. وي لو احنا ديما باش ديما تجينا نخلصوا. بلاش، أكيد. عرفت اي كي لا تجيك بلاش سيرتينمون هو يقول لك الشهر الاول بلاش ومن بعد وين كونترا وين آه. التعبيره في الحكايه فوالا. هو معناها المشروع ديجا يجي في اطار مشروع عام، خليني نقول للاتحاد الاوروبي. معناتها بارابور خلينا نقول الشبكه الكهربائيه الاورو متوسطيه اللي باش تربط ما بين اوروبا ودول شمال افريقيا. شوف سبحان الله. واللي الهدف اكيد مش ببلاش توا معناها ولت اورو سيرتينمون مش متوسطيه ببلاش معناها. يا حسرة على تفاصيل مش غازبروم تجي وروسيا. تفاصيل تفاصيل مش تجي تفاصيل اكثر نتخيل على شنو باش يصير بالضبط في المشروع. يعطيكم الصحة. دونك كانت هذه الاكtualité. نتعداو للسكرين شوت. سكرين شوت. دونك كما قاعدة تتواصل قمة الخليج والصين وتلاحظوا تبعاتها الاقتصادية والاستراتيجية، وسي عثمان جرندي قال ماهيش راهي لهي محور ضد حتى حد، راهو نخدموا على أبداً احنا بالمستحيل. وتحولات اقتصادية. دونك احنا في اطار كاس العالم وزخم كاس العالم امبارح كان انهزمت انقادت البرازيل الى هزيمه من كرواتيا بركلات الترجيح، وفازت الارجنتين بركلات الترجيح على هولندا. الفيرسيون هذه ياسر طياره الحق، معناها كل ماتش لازمك توفيه للخر باش بلنتيات. تفهم ما يخليكش تكمل ولا تقول لي والله هذه باش تربح، هذه حاجه طياره. لكن الحاجه اللي مش طياره برشا صارت الجمعه اللي فاتت حول ملعب 9-7-4. وي 9-7-4 هو عدد الحاويات اللي تشكل الملعب هذا اللي قابل للتفكيك والإعادة. صار زخم على الفيسبوك كيفاش بعد الوعد أو المصادقة أو الاتفاق المبدئي التي تم منحه السيد وزير الرياضة الدقيش أنه تونس باش هو بالحق تتمتع. فما اتفاق. هو قال اوكي قال فما اتفاق مبدئي انه خاطر باش حسيت ما يعطونا. كلمنا حد ما هما قالنا حد جبيلو. وانا ثقه معناها عمياء إيه ben بأنه voilà. شاتيهولنا. فما راعنا الا استاذ تفرك وشرب حساب وكالة الاستثمار على تويتر القطري قال راهو اللي الملعب باش يتفرك وباش يرجع وباش ينتفع منه الساحل القطري والمجموعة الوطنية، خاطر عندنا استعمالات أخرى نجموا نعملوها بالحاويات أبار إنه إحنا نتبرعوا به نعطيوها كادو. الدولة أخرى. الخبر هذا دونك أثار حفيظة بعض رواد منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي تهكموا في البعض وسخروا في البعض الآخر من موقف تونس أمام الرفض هذايا. ما فما شكون قال اللي مهزلة شعب و3000 سنة حضارة من بنزرت لتطاوين تشحتوا في قطر من أجل الظفر بتركيب هذا الملعب، وفما شكون قال اللي هو باش باش يتفكك وباش تبرعوا بيه، وصفاقس قالت متاعي والقروين قالت لا متاعي، وكيفاش سوسة ناقص استادها كريسي دونك باش يمشي السوسة. المهم تونس هي اللي باش تاخذ استاد هذايا. لكن فما شكون تنبأ في حاجة ياسر سريالية عجبتني أنا على الآخر قريبا في بث تجريبي برنامج الحقائق الأربعة يكشف قضية فساد في ملعب 9-7-4. شنو حكاية الملعب اللي جاي من قطر بعد كأس العالم هدية من قطر؟ اليوم نلقاو الملعب كل قطعة فيه مطيشة في ولاية، وعلاش بعد 10 سنين ومصدق. الملعب التو لا ركب، وعلاش الحاويات بقى منهم كان 4 كعبات مالا جو بدوي. اليوم الجمعة هذه زيدا كنا احتفلنا بانتصار المنتخب المغربي اللي إن شاء الله اليوم بالضبط. نعاودوا ندعموه في مباراته الأسطورية والتاريخية أمام البرتغال. البرتغال الأربعة متاعنا شيء. الحقيقة الخبر ما كانش ينجم يكون غير انتصار وغير احتفالات معناتها التوانسة سورتو كانوا يتبعوا بالشعر الماتش. بيان سور معناها ردود الافعال كانت كلها احتفاليه. فما اللي بيان سور اللي يقول اخوه برغم المشاكل السياسيه اللي صارت الكل. وبيان سور كما قلت الناس محضره روحها لمزيد دعم المنتخب اليوم. الممثل العربي الوحيد المتبقي بالضبط. اغلب الحاجات اللي تبارتاجيت بارابور المنتخب كانت صور المنتخب المغربي هو رافع علم فلسطين في اخر
الماتش. وكانت هي ديزون التصويره اللي غزيت مواقع التواصل الاجتماعي. واهم تعليق اللي كان متكرر على التصويره هذه وكان الصحيح السياسيين ينجموا يتبعوا اما اللاعبين عمرهم لا يتبعوا. وكاس العالم هذه كانت وحدت برشا الشعوب العربيه والحاجه الباهيه اللي صارت انه العرب الكل نساو اختلافاتهم ونتفكروا الصور المميزة الحق اللي كانت التقطت لأمير دولة قطر اللي كل ماتش يلعب فيه ممثل عربي ياخذ العلم ويحطه على كتافه ويحضر ويتفرج ويفرح لانتصارات الدول العربية مهما كانت. اللي كلنا نعرفه اللي 10 سنين التالي قطر كانت صار لها حظر من دول الخليج الكل. صافي. انا باش نحكي لكم سكرين شوت نتاعي بلوتو فيديو ماهيش سكرين شوت تصويره. دونك الرئيس نتاعنا مشى البارح يظهر لي ولوت البارح للمدينه العربي. دونك انا حضرت لكم سكرين شوت على الفيديو هذايا بعد زيارته لمعمل الحليب كي تقطع الحليب ومعمل الدواء كي تقطع الدواء وملاحقه الرئيس للازمات ازمه مشى قال لهم ما يجيش نقطعوا الحليب قالوا له اوكي سيد الرئيس. ومن بعد مشى للدواء قال لهم ما يجيش تقطع الدواء قالوا له اوكي سيد الرئيس. مشى للمدينه العربي. دونك ملاحقة الرئيس هذايا للأزمات أزمة قرر أنه حان وقت الخروج من الغرف المظلمة وهز زاد وزواد وهبط للمدينة. المشهد سريالي شوية كانك من الكياسات تسكرت من جهة الكل كانك من المالي لحوانة ترزيو في طرف الكليونات اللي كانوا يجيهم وكانك من البوليسية كل 2 متر وتلقى واحد وتقول هاك المحابس اللي خرجوا من زهاز الدولة في تيكات. حاسيلو ريفونون انو موتون كما يقولوا الفرنسيس اكل ربحناهم في كأس العالم تفكرتهم. الفيديو اللي هبط دوك في باج الرئاسة لم يسلم من ما تيسر من التهكم التفريق نقولوا احنا. دوك انا لميت لكم شوية كومنتات من هنا ومن غادي. فما اللي قال للرؤساء في العالم الكل كي يمشيوا كي يخرجوا معناها من القصر يدشنوا مشروع جديد يفيد المواطن وكل شيء مش يمشي يعمل قهوة في الشواشين. فما شكون قال برشا قالوا العزوزة هزها الواد وهي تقول العام صابة في إشارة للرئيس معناها اللي قال العام صابة. وأحسن كومنتير عندي أنا هو اللي قال الرئيس هبط غادي باش يعمل لك الفلوج الفازة متاع كيفاش تنجم تعمل دورة في المدينة العربي ب10,000. دونك قال راهو باس تعدى خذا تارت من عند عمك الناصر وكسكروت كفتاشي وعمل كاستي في دروج الجامعة وخذا جواجم وروح. هذا سكرين شوت بتاع اليوم تاعي. تفصوا هو النهار هذاك بالرسمي تاع تحسهم دبروا 150 دينار سبوا ايسونس وقعدوا يدوروا صدقني انا متعدي ما نحبش نشد الحبس على الحكايه هذه ما دعيت فيه برشا عندي اكزامان نهارتها والدنيا الكل مسكره. صدقني برشا مواطنين راهو تقبلهم النهار في خدمهم جربت اللومبوتياج هذاك. هو الحق فرحنا احنا سيد الرئيس عنده برشا بيريود يخدم فروم هوم وكفرحنا يصولوا يجول. اما الحق انا شو استفادت الامه والله زيد تسكر علينا الكياسات. ما شفتش انت حاسه التاريخ اللي صارت في معهد الصدقيه وفي قصر رئيس الحكومه في بارد. لا انتم ما تحبوش الثقافه وكي يجيكم رئيس اعطينا النجاح. ليش اعطينا غاليه بن علي على 100 FM.